أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: تعرف على قائمة النادي الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السعودية يوم الجمعة. القائمة النهائية اللي سافرت للسعودية: مصطفى شوبير، محمود الزنفولي، حمزة علاء، عمر كمال، عبد الواحد، محمد هاني، عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، علي معلول، إمام عاشور، عمرو السولية، مروان عطية، كوكا، أكرم توفيق، كريم ندفت، أفشة، رضا سليم، كريم فؤاد، حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا، طاهر محمد طاهر، أنتوني مودست. خبرنا الثالث: تعرف على المستبعدين من رحلة النادي الأهلي إلى السعودية. تم استبعاد طبعا محمد الشناوي، وسام أبو علي للإصابة، محمود متولي، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، محمد الضوي كريستو، كريم الدبيس. كل دول مش مسافرين مع الأهلي. خبرنا الثالث: شريف فؤاد المتحدث باسم النادي الأهلي يكشف عن حقيقة أزمة كهربا مع كولر. قال شريف فؤاد: لا يوجد أي خلاف بين كهربا وكولر على عكس ما أثير في الأوساط الإعلامية. محمود كهربا قدم اعتذاره عن المشاركة في لقاء ميدياما لظروف شخصية، وتم تفهم موقف اللاعب من قبل النادي، ولا توجد أي أزمة بين كهربا والنادي الأهلي أو المدرب حاليا. خبرنا الرابع: بعثة النادي الأهلي تطير إلى السعودية. بالفعل غادرت بعثة النادي الأهلي مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى السعودية استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة القادم. من المقرر أن تنطلق المباراة بين النادي الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادم في تمام الساعة 7:30 مساء. خبرنا الخامس: قبل السفر للسعودية لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد مجدي أفشة. حرص لاعبو النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد أفشة على الطائرة قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة الزمالك. عيد ميلاد محمد مجدي أفشة حرص اللاعبون على الاحتفال به في الطائرة.